نتحدث عن شخصية له من المعاجز الكثير 1000 3000 4000. بعض العلماء قالوا معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله ليست منحصرة في 4000 معجزة، وإنما على مر الدهر هناك معاجز لرسول الله صلى الله عليه وآله بتفصيل في محله. معاجزه في جسمه الشريف، معاجزه في كلماته، معاجزه في إخباراته، معاجزه في أعماله. الطير ما كان يطير من فوق رأس رسول الله قط، الذباب ما جلس على جسم رسول الله صلى الله عليه وآله قط، ما تقدمت إليه الهوام قط. كان إذا تمضمض ومج في ماء رائحة ذلك الماء كانت تكون أطيب من رائحة المسك. كان يسمع وهو نائم، لا، كان يعرف ما في ضمائر الناس. أبو سفيان ذات مرة دخل والنبي صلى الله عليه وآله نائم، فقال أبو سفيان في نفسه لا على لسانه، قال أبو سفيان في نفسه: يا ابن أبي كبشة، واللات والعزى لأملأنها عليك خيلا ورجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان نائما، فقال صلى الله عليه وآله: يكفينا الله شرك يا أبا سفيان. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ظل، لأن الظل يلزم أن تكون هناك ظلمة في طرف ونور في طرف. النبي صلى الله عليه وآله ما كانت له ظلمة. يقول أحد العلماء الشعراء فقيه شاعر، يقول: لا ظل للهادي أتعرف سره، بدر كحيدر في ظلال محمد.